السلام عليكم. أول حاجة كنبغي نقدم تحية إجلال وإكبار وتقدير لقواتنا المرابطة على الحدود، واللي نهار الجمعة في الصباح جرات على دوك الجردان المقاومين الثوار ولا بعض تيسموهم اللي كانوا دايرين إزعاج في معبر القرقارات، واللي المغرب استوفى معاهم كل الوسائل بجميع الوسائل وشاهد فيهم العالم كامل. عاد تخليهم كيف ما قلت لكم انا في حلقه سابقه بانه نثقوا في الدبلوماسيه ديالنا ونثقوا في القياده ديالنا لانهم هما تعرفين اش تيديروا. المهم شهدنا عليهم العالم كله، جنا لهم الامم المتحده سجلات وعمرات تقارير اللي بتعمر مني ما بغاوش راه ديك الساعه درنا فيهم شرع يدينا وراكم شفتوا كيفاش هربوا. فاللي بغيت نقول لكم ان هاد الانفصاليين سبحان الله العظيم من اجبن خلق الله، وانا تنقولها وتنتحمل مسؤوليتي في هذا، لانه انا من الناس اللي في الدراسه ديالي الجامعيه كنت احتكيت ببعض من الصحراويين وكانوا منهم هاد الانفصاليين اللي معروف عليهم واللي غادي تنظن الا كان الناس اللي دايزين في الجامعه وكانوا عندهم احتكاك معاهم غادي يقول لك هاد الهضره راه كاين، غادي يعرفوني علاش تنهضر. وانه كانوا ما تعرفوش يواجهوا، ما تيقدروش، ما فهمتي، ما عندهمش ديك الشجاعه باش انهم يواجهوا الانسان راجل لراجل. كان الا كان عندهم كونفلي مع شي حد الله يجعلهم معاه على كرسي في المكتبه كان ما تيقدرش عليه هو بوحدو، تيترصدوا وتيمشي يجمع ليه واحد الحميه ديال 20 ولا بعض المرات توصل حتى ل 30 واحد وتيضربوا هذاك واحد مثلا يكون طالب غير قدو ولا تصغر منه في العمر وتيضربوه بواحد الطريقه اللي داك الغل وداك الحقد ديالهم تيخرجوه فيه. وهذا الشيء راه معروف وهما كانوا تيتباهوا بهذه القضيه ديال الحميه، وهي راه مثال صارخ على الجبن وعلى النذاله وعلى الخسه اللي فيهم سبحان الله العظيم. لانه الانسان الا كان راجل بهذا المعنى انه ماشي نجيب لك واحد ولو غير واحد ما تعاونش تسويه على واحد، لا دار لك الانسان شي حاجه تتخرج ليه تتواجهوا راجل لراجل. وحنا شفنا هضروا ديالهم وهذا ابراهيم الرخيص الا تقاش شي صحراوي من هذا ولا ما نعرف شنو غادي نديروا وغادي نفعلوا وغادي نتركوا، وفي التالي شنو مشاو تيجريو هربانين، خلاو خيامهم اللي شعلوا فيها العافيه زعما راه بحال زعما راه غنيمه الا مشات دار ديك راه غنيمه غادي يغنموها المغاربه تطفيره، شعلوا فيهم العافيه وهربوا حيت ما قدروش تيجمعوها باش الخلعه ديالهم. وكاينه راه كاينه ديال الامم المتحده دخلت مع الجيش، ولكن باش تعرف الجبن ديالهم هربوا وشعلوا العافيه في الخيام وزادوا ما تسناو تيجمعوا حوايجهم وداكشي. من مشاو للمخيمات حنا عارفين المخيمات كيف دايره وعارفين الوضع الداخلي ديالها بان تتغلي ماشي غير دابا راه مده، المشاكل الاقتصاديه ومشاكل اجتماعيه وسياسيه وكل شيء داخل فيها. اش داروا باش يبردوا السوق؟ حنا غنديروا والمغرب لقد وقع في الفخ وهذا وغادي نحاربوهم وسالات ايام هذا السلام معاهم وما نعرف شنو، ومعيطين زعما الشباب ديالهم تيجمعوه. داك الشباب مسكين ما قاد تيوقف على رجليه مقاد، وتيجيو تيديروا مسرحيات عند الحدود تيتيروا فيهم العسكر ديالنا لانه تعطات اوامر بانه الا وقع شي استفزاز كيف ما ديك الايام صافي سالينا درنا لكم خاطركم ضحكنا معكم شويه ضحكنا بكم تسلينا بكم ايام، ولكن دابا سال وقت اللعب. تيضربوا من المغاربه كيف ما وقع هذا البارح يمكن وقع وضربوا هذا حرقوا لهم شي مركبه وحده هازه قال لك الاسلحه شي الاخر علق هربوا. هذا هو هذا الضجه وهادشي اللي دايرين ضربات غير مركبه وحده وما يهربوا. فاحنا الحمد لله حنا ما خايفينش منهم وحنا واثقين في الجيش ديالنا واثقين في القدرات ديالنا، ماشي متندويش انا على الاسلحه ولا، وانما العقيده ديالنا كمغاربه كلنا ماشي تندوينا على العسكر بوحدو او الجنود بوحدهم. العقيده ديال المغاربه كلهم واننا حنا تندافعوا على مساله مقدسه، تندافعوا على بلادنا اللي بالنسبه لنا حنايا اللي شي حاجه اللي خط احمر من طنجه للقويره.
من طنجة للقوير. يعني حتى شي واحد زعما ما يحاول انه يلعب لكم بالمشاعر، ولا يبدا يقول لكم حنا غنديروا لكم وغنفعلوا لكم. الا نساو اللي فات نعاودوا نجبدوه لهم، ماشي مشكل. ف كي قلنا المسرحيات خرجوا، شمن كاين فيديوهات الحرب اليمن، حرب ديال الهند وباكستان، ما عرفت داكشي ديال شي حاجه، شي طائره تركيه قال لك طيحوها 123 واحد ضربوه، تجرح زعما، وما عرفت كدا، و70 ضابط من بينهم ضابط، ما عرفت داكشي، بقات لي ما السميه اللي ما حطوها. فتنقول لهم هاد الناس واش ما تتعيوش من الكذوب؟ واش في نظركم نتوما بحال هاد الروايه اللي تتقولوا نتوما، واش ماشي ماده دسمه للقنوات الاعلاميه والعالميه؟ واش في نظركم نتوما الجزيره ولا البي بي سي ولا سميتو غيخلوا بحال كي قالوا زرده ديال الاخبار وديال السبق الصحفي، وغيجلسوا يدوروا في مناطق اخرى اللي ما فيهاش صداع؟ واش بحال هادشي غتخلي القنوات الاعلاميه ما تدوزوش؟ راه الله يجعل ما تطيح غير شتي، طاح غير جناح ديال الطياره في هذاك البونت ديال المغرب، راه كون كانت كاع القنوات الاعلاميه كون راه جابداها ومشات تتقلب على الخبر من بلاصتو، ماشي غتخلي قنوات ديال الكارطون ديالكم نتوما وديال الجيران تهضر في هذا الشيء. وعلى على ديك الجيران، عرفتي راه نايضه عندهم الروينه تاهما، عرفتي راه ما فهمش انا هاد الناس والله العظيم، تتعيا ما تفهم، تتجي حتى لهاد العصابه سبحان الله العظيم الحاكمه في الجزائر وما تتفهم فيها حتى شي حاجه. ياك تيقولوا حنايا ما لا علاقه لنا، حنا غير مع الشعب الصحراوي البوزبالي، والقضيه راه عند الامم المتحده. دونك علاش دايرين هاد الروينه مهرجان ديال الاخبار؟ عرفتي راه غير السبت بوحدو راه ما زقاوش. القنوات الاعلاميه، المواقع الالكترونيه، الجرائد، عرفتي راه دوك سميتو الخطوط العريضه كلها على تتهضر على المغرب والاحتلال المغربي وما نعرف شنو، والسيناريوهات اللي تيحطوا داكشي. البارح انا شفت واحد الروبورتاج، ماشي روبورتاج، هو واحد الماده اعلاميه بحال قلتي فيلم مصوب مقاد، ما فهمتش انا والله، ما فهمت شنو هو زعما المغزى منه. ولكن كي قال واحد الاخ راه عرفتي باقيين خدامين، عرفتي مساكن هما راه وباقيين قدام، عرفتي راه تيحطوا لك داكشي ديال الاتحاد السوفيتي وديال الحرب البارده، باقي نفس الاساليب، والناس تطورت وما عرفت فين وصلت، هما نفس الاسلوب تيجيبوا يحطوه. برنامج ولا فيلم وثائقي على القوه العسكريه الجزائريه والتاريخ المجيد ديالها وما نعرف شنو، ملي تجي تشوف هذا الفيديو كامل تتلقى تصور لك الاسلحه الصواريخ من هنا والطيارات ومع التدريبات ديال العسكر وهذا، وحنا تاريخنا هذا ديال الجيش المظفر ما نعرف شنو، عرفتي النفخ في العقول، عرفتي تينفخوا زعما، عرفتي تلقى تعاليق وحنا راه سميتو وحنا القوه رقم واحد في افريقيا وفي المنطقه. هادشي علاش ما عرفتش، حنا نتوما ياك نتوما تتقولوا حنا ما عندكم علاقه، وداكشي اللي طاري عندنا حنا طاري في المنطقه العازله اللي خلاها المغرب بارادته، خلاها مصيده للفيران اللي نتوما مربينا عندكم، خلاها مصيده ليهم، لان ديك المنطقه بعدا غير باش يفهموا المغاربه هذيك المنطقه عازله راه اش غنديروا بها، وكلها خاويه، ارض خلاء ما فيها حتى حاجه، ما فيها لا من تنفع ولا هذا، فيها يمكن شي بير واحد اللي كاين في داك القنت كامل، يعني راه مستحيل ان شي واحد يعيش فيها تما ولا يدير فيها ولا. المغرب صعيب عليه باش انه زعما يبني فيها مدن، واخا حنا راه ماشي متنازلين عليها، الله يجعل ما تكونها صخره الله والديهم لا خلينا لهم، ولكن هذيك منطقه خلينا احنا مصيده للفيران، لانه باش يجي واحد انت عارف ان راه واحد الجار حاط لك واحد العصابه كل ساعه تبغي تجبد معك الصداع، درنا لهم حنا واحد الخط وخليناهم فين يدخلوا عندنا، باش نهار تضربهم تجي قذيفه مثلا غير في ارضهم ولا عند موريتان غادي يقول لك قستيني انا. دونك حنا باش نحيدوا نقطعوا لهم صباعهم على هذه المساله، باش ما تبداوش تدخلوا في مسائل ماشي خوفا منهم، وانما عرفتي الحسن الثاني والناس اللي هندسوا هادشي الله يعطيهم الصحه، الله العظيم الا حتى اللي يجي عندك راه تتشوفوا بعدا من منين ومنين، وقال لك حنا درنا وحنا
يمكن الخين راه القمر الاصطناعي محمد السادس الله يحفظو لينا، راه الله يحفظ لينا الملك ديالنا. القمر الاصطناعي راه الله يحفظو حتى هو، راه مقابلكم، راه نتوما راقدين تتشخروا ريوكم طايح على خدودكم، راه حاضيكم وانتوما فايقين، باقي كاع ما فطرتي، باقي كاع ما لبستي نعالتك هذيك اللي جيتي بها القرقارات، راه انت مشدود اصلا ومصور. علاش حنا خاسرين المليارات ديال الفلوس؟ راه على بحال امثالكم. ياك غاداك النهار فاش الجزائريين ناضوا تيترعدوا ما عطاش يديروا، راه في الحدود راه جبنا لهم حنايا صور ديال سميتو فيها داخل فيها الكاميونات اللي واقفين فيها كلشي مصور. عاد نتوما بوزبال اللي ساكنين غير في الخيام، حنا خلعتونا تفاجئنا. جيتو ضربتو 75 وفيهم ما عطا شنو قالك ضابط ما عرفت داكشي نقيب ولا ما عطا شنو. حنا في دار غفلون. يمكن الخين راكم مشدودين، راكم شاد عليكم الكاميرا، نتوما ما جايبين الاخبار، نتوما اللي ما عارفينش شنو واقع عندنا. عاد غنتسناوكم تجيو تضربوا وتقتلوا وحدين منا. غنوضوا من كذوبكم، راه داكشي قلت لكم انا، راه ديال الحرب البارده. رجعوا للموضوع ديال هذا ديال هذاك الوثائقي اللي قلت لكم، ولا فيلم وثائقي اللي دايرين البارح. عرفتي راه داكشي قلت لكم، داكشي ديال الحرب البارده، داكشي ديال عبد الناصر. لقد اسقطنا العدو، لقد فعلنا، وراه واكل العصا وبارك شاد الميكروفون وتينفخ المصريين في دماغهم، وفي الاخر كلشي تكشف. راه التاريخ لا يرحم، هادشي راه خصنا نديرو في راسو. باركين ينفخوا في عقول الجزائريين وحنا ما حتى شنو، وبحال اللي هما قسناهم، هما قسم حتى واحد. نمشي تعطيك هذا الصوره اللي داير الاعلام عندهم. اش تعطيك؟ تعطيك لانه النظام عندهم تيقفقف من خيالو. عندك تقرب ليا، عرفتي شنو، انا راه عندي هذا وعندي هذا ونضربك ونفعل لك ونترك لك، هو راه ما مقرب لي حتى واحد. هذا راه شي واحد اللي خايف تيترعد منك وتيهدر. انت ما قاسك حد، ما دوا معك حد اصلا، حتى في سميتو في البيان وداكشي راه ما تذكراش كاع سميت الجزائر. ما حشيناش ليكم، دونك علاش تتقفقفوا بوحدكم؟ علاش تنقزوا من المقله كي تنقولوا؟ دونك خايفين نتوما من شي حاجه، حيت عارفين بانه الجندي المغربي راه ما تقدش عليه. الله يجعلو ما يكون عنده حتى شتي تكون عنده هذاك المكحله باش ديال البارود اللي تنطبوردوا بها حنا تنفرحوا بها ايامات المواسم والعراس والحفلات. راه خصكم تخافوا منا، لانه راه عطيناكم طريحه في حرب الرمال وخديتوها في امقاله في 1 و2 و3، حتى ولي داك ديالكم تيبكي بالدموع وتيخنن. حاشا السامعين، راه داكشي مشدود عليكم. راه ومن هذيك اللي بقاو هاد العصابه بقات حاقده علينا. علاش حاقده؟ علاش ما حقدتش على فرنسا اللي قتلت الملايين كيف تيقولوا من الجزائريين؟ علاش حاقده على المغرب بالضبط؟ اشنو داير معكم نتوما المغرب باش تحقدوا عليه؟ راه حيت الطريحه اللي كانوا منهم نيت هاد شنقريحه اللي هرب بالكتيبه ديالو. هي فاش قال هذاك الساعه ابو خروبه قال لهم حنا راه ما عندناش ازمه سلاح، حنا راه عندنا ازمه رجال. لان شنقريحه اللي برك يحل فمو تيترعد وحناكم دلدلين، راه من الناس اللي كانوا هربوا هذيك الساعه في الحرب مع المغرب. حتى ما كاينينش هنا. وفي التالي تيقولوا حنا قوه اقليميه، حنا باش تسحب لك الخرده الروسيه اللي اثبت فشلها ما عطاش شحال من بلاصه. راه ارمينيا هي الاخرى راه كلت العصا تاني ومسلحه بالسلاح ديال الروسي الخرده. نتوما كي قال حاتم مرابط الطيارات عندكم تيطيحوا كي الدبانه بوحدهم، بوحدهم. شحال من طياره طاحت بوحدها تطلع للسما مسكينه وتتفرتت. عاد جايين تتعناو بسميتو السلاح، راه ما يهمنا لا سلاح لا والو. والله يجعل ما يكون عندنا لكم هذاك البارود، والله وليدي تنصفيو عليكم. فلهذا تنقول للمغاربه ربما داخلين على مرحله ديال الجد، ولكن واخا هكاك والله ما يخلعونا، غير تهناو. لانه اللي ما تعرفناش راه قلت لكم يقلب في التاريخ. راه شوفوا غير حمو موحى الزياني اشنو عطى الفرنسيين تما. ولا انا كي تنقول انا هذا السيد وحق الله العظيم الى زعما ما عاطينوش حقه في التاريخ. انا تيبقى فيا الحال تندوي دابا حق الله ولا الحسره فيا. علاش حنا ما تتعطوناش بحال هذا الشيء؟ علاش ما تدارش افلام؟ علاش شي واحد من المليارديرات ديال المغرب اللي يشد كيف ما دار فيلم على عمر المختار وعلى
علاش ما يدارش فيلم على عبد الكريم الخطابي اولا موحى حمو الزياني؟ واش عرفتوا هذا الزياني اش دار؟ واش عرفتوا بانه رفض انه حتى يجلس مع المستعمر وقال لهم هاد الوجه ما عمركم غتشوفوه الا من ورا فوهه ديال الباروده ديالي ويدي على الزناد. وبحال هكا وصفهم. حتى جات الالمان وديك الساعه العثمانيين تيقلبوا عليه منين ومنين حيت سمعوا لانه ضرب الطر لفرنسا، لانه طيح عرفتي النفسيه قالك ديال الجنود طاحت الارض بداك بالهزائم اللي عطاهم في معركه الهري ومعركه بزاف التزارين ولا ما عرفتش ديك السمايات عندهم، بزاف المعارك اللي عطاهم قتله من اشهرها هي الهري. قلت لكم النفسيه ديال الجنود طاحت الارض، حتى ولاو جايين الالمان والاتراك تيقلبوا عليه وتيقولوا لي حنا نعاونوك على قبل فرنسا لانها كانت كانت كي تيقولوا في المعسكر المعادي بالنسبه لهم. داكشي ما تخافوش، راه عرفتي حنا عندنا الجيش ديالنا المكون الاساسي ديالو اغلبيته هما الامازيغ، وخاصكم تعرفوا الامازيغ اللي مفخره لهاد الناس، مفخره الامه المغربيه. لا ما تقول لي لا عربي ولا عربيه ولا انا عربيه اصلي عربي ولا بويا وجدي، عروبيه بالمفهوم ديال الدارجه ديالنا حنا. والله العظيم لا افتخر بهذا اني انتمي الى هذه البلاد. انا كنفتخر ان جدودنا هزونا من داك القنت ديال الجزيره العربيه وحطونا في هذه البلاد باش نصاهروا وندخلوا لهذه الامه. وهي باش تعرفوا واحد الحاجه، ما يقولش شي واحد حنا عربي راه دمي اصلا 100% راه عربي، ما كاينش هاد الهضره. لان القبائل اللي جيتو تقراو على التاريخ مثلا قبيله دكاله، قبيله عبده، الشياضمه، الشاويه، الغرب، راه ما كانوش ارض خلاء، هادو راه اراضي خصبه ديال الفلاحه وديال هذا، راه كانوا فيها قبائل امازيغيه ولكن احتضنوا سبحان الله العظيم الاسلام والاهل ديالو مني جاو ودابوا وسط منهم حتى ولاو الناس ولات تما الاغلبيه تهضر بالدارجه اللي ماشي عربيه، الدارجه نصها هاك ونصها هاك. فتنقول انا حنا راه امازيغ، راه واخا حنا راه عرب ولكن ما بقيناش عرب 100%. لان لاحظوا غير الشكل ديالنا مع الشكل ديال هذا، لا الجينات ديالنا لا حتى شي حاجه ما عندناش علاقه بالعرب، حتى الطبيعه ديالنا راه ماشي ديال العرب. غير باش تعرفوا انا ديما تنقولها عندي بزاف الحمد لله حنا في الحومه ديالنا كاين نص عرب ونص امازيغ، وفين تنكونوا في شي مجمع بحال هكا تنبقاو تنضحكوا داكشي تنقول لهم انا عروبيه ولكن تنحمد الله ونشكره لان دمي يمكن تمزج مع دم الامازيغ. تيقول لي علاش؟ تنقول لهم لان جنا الحداقه من الامازيغيات، واللي كذبني ولا اللي بغى يبقى فيه الحال يشوف الامازيغيات في قرون الجبال اشنو تيديروا. راه داكشي اللي ما تيقدش عليه الرجل راه تديروا المراه اضعاف مضاعفه، منها الولاده، منها الولاد، منها الدار، منها الفلاحه، منها البهيم، منها كلشي. ما تقولش والناس اللي تيفيقوا بكري والناس اللي تيخدموا والناس اللي راه الحمد لله. علاش حنايا وصلنا لاوروبا وصلنا لروسيا وصلنا لافريقيا بالفلاحه ديالنا؟ حيت السواعد ديال المغربيات راه مخلطه بالامازيغيه. راه ما يقولش لك كذب عليك كذاب اللي يقول لك شي واحد حنا راه باقي عربي 100%. حنا راه تخلطنا وتجنسنا الحمد لله مع اهل هذه الارض، وتنحمد الله ونشكروه على هذا المكون اللي عندنا في الجينات ديالنا. فتنقول لهم حنا جنا الحداقه منكم. هو اي الكرم ديال العرب هذه حاجه معروفه ما يحيداش، ولكن من يتمزج الكرم مع الحداقه ديال الامازيغ عطات الهويه المغربيه. الهويه المغربيه اللي العالم كله تيشهد بانه من الناس الكرماء، من الناس الظريفين. لا الامازيغ ناس دراوش، ما انا ما تنقولش راه كلهم ملائكه ولا شيء، ولكن السمه الغالبه عليهم انهم الناس اللي ما تيبغوش الصداع، ما تيبغوش هذا، ولكن الا جبدوا الانسان تيعطيوه على شي تيقلب. وخير مثال فرقه القوم ولا لي قومي، راه كثير من المغاربه ما تعرفوش هذه الفرقه. هما الجنود المغاربه اللي ساهموا في الحرب العالميه الثانيه مع فرنسا ضد الاحتلال، ودخلوا قلبوا على البطولات. وعلاش قال فيهم؟ راه كان مسميهم هتلر سنون الحرب ولا الطائر ديال الموت ديال الحرب. ودارها لهم نت الفرنسيين، داروها لهم في علم ديال في هذاك ديالهم، في اللبسه ديالهم، لانه في محلو تيتبعهم الموت بداك الشيء البساله والشجاعه ديالهم. وقالها دوغول في الخطاب ديالو من بعد الانتصار على النازيين. واللي كذبني يرجع للخطاب ديالو اشنو قال فيه، راه مصور فيديو. شكر فيه محمد الخامس
وشكر فيه البساله، قال لهم لولا البساله والشجاعه والحنكه ديال الجنود المغاربه ما كناش غادي ننتصروا على النازيين. فحنا الحمد لله زعما تنحمد الله ونشكروا بهذا المكون. كلهم جاو امازيغيين من الجبال، مشاو جمعوا الناس هذيك الساعه، حيت كانوا مقاومين ولكن جمعوا الناس اللي شويه ما عندهمش فلوس وداك الشيء، فقراء، والناس اللي دايرين، ودربوهم لانه ما كانتش عندهم حتى خبره. علاش تنقول لك ما كانوش مع المقاومه؟ ما كانتش عندهم خبره في القتال، وهما دربوهم في ظرف 4 شهور، داوهم ودربوهم، وكانوا تيلبسوهم جلالب قصار خضرين وريوسهم حليقيه قال لك الراس، وتيلبسوا دوك الخودات، داو معاهم مقارجهم وبراردهم وكلشي. الهويه ديالهم بقات معلمه في البلايص اللي دازوا منها. وشوفوا الالمان اش قالت لكم، هتلر سماهم سنون الحرب بداكشي اللي سمع عليهم بداكشي اللي داروا فيه المغاربه. فاحنا ما خايفينش منهم، ما خايفين لا من هذا. كي قلت لكم اجبن خلق الله، راه شفتوا الهربه اللي ضربوها داك النهار سميتو اللي بقات شوهتهم، وتيقول لك راه مشينا نجبدوا السلاح ونجمعوا هادو حنا جايين لكم تيقول لك الحماله، ومع دروسهم الحماله هو داك اللي تيهز مثلا، تيهز لك الخضره اللي تتقدى، تيهز لك زعما السكان في المحطات. الحماله وما عندهم الحمال بحال الاهانه زعما، والحمال راه اشرف منك 600 الف خطره، لانه هذاك راجل تيخدم بعرق جبينه وتيخرج يدابز على رزقه ورزق ولادو، ماشي تيرقد حتى العصر حتى تيحماض عاد تينوض يقلب على ما ياكل وتيبدا يهضر في سيادو. هذاك راه سيدك وتاج راسك الحمال. وقبل ما ننسى هذه القضيه ديال حمو الزياني، انا نداء لاهل زيان ونداء للناس اللي تيدوزوا من ديك الارض، دخلنا لكم بالله الا ما هزوش كمشه ديال التراب وبوسوها في بلاصتي. انا حالفه بيميني انني لا حطيت رجلي في ديك البلاد السعيده انني ندير هذه القضيه. خاصنا نبوسوا التراب اللي مشى عليه حمو الزياني. انا ما تندويش على حمو الزياني، انما مثال شحال من واحد من المقاومين اللي تيرفعوا راس هذه الامه، يبوسوا التراب اللي مشى عليه هذا السيد. وما شافوش كيف قال لي، كيف قلت لكم، حلف انه ما يشوفوش الا من وراء البندقيه ديالو، هو دايرها عليهم. وداك الشيء اللي كان، هاد السيد تقتل برصاصه دخلت ليه من صدره وخرجت من ظهره فوق حصانه، وهو راجل قارب ل90 عام. امر ولادو لانهم جاو غفلوا في واحد البلاصه قاعدين هو ولادو وعائلته، امرهم بانهم يهربوا يحيدوا. وشكون اللي مات معاه بنته، بنته المراه المغربيه، انا طامو الزياني، بنته اللي تقتلت معاه انها رفضات انها تخليه بوحدها وتمشي وتواجه. قال لك مات فوق الصهوه ديال الحصان. هاد السيد راه وخت ماشي، راه ما خصوش فيلم، راه خصو افلام. وما خلاو قلت لكم باش غراو بالجاه، وقالوا لي غنولوك على ديك البلاصه وغنديروك امير عليها وغنديرو وما استسلمش ليهم، وقال لهم انا ما غتشوفوني. ووصى ولادو بانه من تقتل ما يخليش الفرنسيين انهم يشدوه ولا يشدوا الجثه ديالو، بانهم يدفنوه في شي بلاصه اللي ما معروفاش بعيده على المستعمر. علاش؟ باش ما يشدوش، ماشي يحيدوا لي راسو كيف ما داروا بزاف ديال المقاومين. ومن هنيت هذوك المقاومين والثوار الجزائريين اللي كانوا استرجعوا الجماجم ديالهم، واللي محطوطه كاين متحف حاشاكم ديال الجماجم ديال فيها بزاف ديال المقاومين المسلمين ومن شمال افريقيا. قال لهم ما تخلوش المستعمر يشوف وجهي. الحلفه اللي حلف لهم في الاول وفى بها سبحان الله العظيم. وهكذا كان، لان اولاده مني تقتل بالخف خطفوه وهزوه ودفنوه باش ما يمثلوش بالجثه ديالو بالوجه ديالو كيف ما وعدهم. فانا تنتمنى انني نزور هذيك المكان والبلايص اللي كان تيوطع عليهم هذاك الرجل، واقسم لكم يمين انا واخده نظره على راسي بانني نبوس التراب اللي مشى عليه هذاك الراجل. فاحنا ما خالعاناش لا الجزائر ولا البوزبال ولا حتى شي حاجه. اللي تيقلب على شي حاجه احنايا موجودين، احنا تندافعوا على ارضنا. هذيك ارضنا بغيتو ولا كرهتو، هذيك الارض تاريخيا كانت ديما تابعه، كانت مراعي الايتبع عمران.
منين جيتوا نتوما تتقولوا بانكم ارضكم وبانكم بغيتوا دوله مستقله فيها وبانكم وكاين اللي بعدا نسيت ما قلت بانه قلت لكم كيف تيقولوا تيسبونا على اساس حنا شلوح. كيف ما بتكون انت هذاك ديالك ولو تكون من هذوك القبائل الصحراويه اللي مثلا عايشه في الرحامنه ولا في الشياضمه ولا في عبده ولا تيقول لك لا انتم شليحات، تيقول لك شليحات وعند راسهم هما هادو. حتى بيناتهم هما بعدا راه شي تيحتقر شي، غير القبائل بيناتهم هما الازرقيين مع العروسيين مع هذا مع هذا، كل واحد فيه داك النفخه الخاويه. سبحان الله العظيم، هذه السمه ديال كاع العنصريين في العالم كله. حتى النازيه تيبان لهم هما افضل قوم، الصهاينه نفس الشيء، تيقول شعب الله المختار، حتى هما راه تيسحب لهم عند راسهم شعب الله المختار وبانهم هما احسن من كل شيء. كي قلت لك راه بيناتهم كاينه هذه العنصريه. حتى بيناتهم هما اللي ماشي انفصاليين فيهم تيقول لك راه فيهم مرض مساكن هذوك الناس، ما عندنا ما نديروا لهم. فكي قلت لكم تيعد راسهم راهم عرب وحنا ما عندناش علاقه بكم عرب. من جيتوا نتوما بعدا شمال افريقيا فيش عرب؟ الا كنتو عرب راه اليمن هي اصل العرب اصلا، هي الجزيره العربيه. الا كنتو عرب هزوا على حوايجكم وخيامكم ورجعوا فين جيتوا، لان هذيك البلاد كي قلت راه شعابها الاوديه ديالها كلها تتنطق في غير سمياتهم. الزاق او سرد كلها تتنطق بسميتو. حتى الملحاف ديال النساء ديال الصحراويات راه ليس بعربي، والا لقينا حنايا لا كانوا هذوك الناس ديال الجزيره العربيه تيلبسوا الملحف سيمه ديال اهل سوس ديال قبائل ايت بعمران ونواحيها ديال هما تيلبسوا الملحف، وهما من خداو هذوك الصحراويات وتيقول لك حنا عرب. اش من عرب؟ العرب ما لا وجود لهم بعد العربي القح لا وجود له. نتوما العرب خديتوا منهم حاجه واحده، هو العجز والجبن، راه هو اللي فيه نتوما دابا. ما تتفيقوا تلاش وما تتخدموش دراعكم بارد الا واحد قله قليله اللي من الناس اللي وصلات للكوادر، ومنهم ناس اللي مسيرين دابا، اللي مسيرين بحال المدن الداخله والعيون والسماره وهادو. راه كاين فيها كوادر اللي تبارك الله ما شاء الله اللي فين وصلات. اما السمه الغالبه على الناس ديال الصحراء هو نعاس. ما تندويش انا مع احترامي للصحراء والمغاربه، وانما راه هذه راه الناس اللي معاشرين معاهم راه غيعرفوها بان الناس تيفيقوا تلاش، تيبقاو فايقين بالليل التلاش وتيصبحوا ناعسين، ومع انهم ما تيقدوش على الخدامه اللي فيهم تماره. وهذا داكشي شتا القتال والله لا قديتوا عليه معانا. غير جمعوا ما جمعتوا، جمعوا السلاح وجيبوا كاع نتوما الجيران تعاونوا وجبدوا نتوما كاع كلشي، والله لا قديتوا علينا. هذا ما كاين. فتنتمنى نهاركم يكون مبارك سعيد، وكي تنقول لكم افتخروا بالتاريخ ديالنا، افتخروا بالانتماء ديالنا لهذه الارض. زعما ما تخافوا من حتى شي حاجه، وحنا راه كنا صف واحد بكامل هذوك ديالنا الاحزاب وكل شيء. حتى الاختلافات اللي بيناتنا دابا خصها تذوب، والحمد لله تيبان لي ان راه ما كاينش دابا حتى انتقاد الناس اللي توجهوا انتقاد راه ما فيها باس. الانتقاد راه هو اللي تيفتح باب الاصلاحات وتفتح بزاف الحوايج، راه مزيان. ولكن في هذا الوقت لا، هذا وقت الاصطفاف مع الوطن، اصطفاف في صف واحد. ما عندناش الوقت فين نديروا دابا هذا. حنا داخلين كي قلت لكم ربما على ايام جديه، حنا كلنا مع الوطن وحنا كلنا مع الملك محمد السادس، الله يطول عمره والله يخليه لينا والله يبارك فيه. حنا دابا داخلين على حرب ضد العدو، وان شاء الله سنكون من المنتصرين. وكي تيقولوا وإن غدا لناظره لقريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.